مسبوقين على أن نبذل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما ترثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين فروح ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق الطالب برزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والماء اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله لقد عليه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء.
عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه. صلى الله عليه. وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدار القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، انشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وأعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من ولا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. نهضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله في الصدور من الإيمان قواعد وتنوع اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلي عليه به فينبس في قلب نور سر تعلقه به وهبه وانتبه بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. فيهدينا الأشرف الأصل بوده وهبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والسير. صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت لك دار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادات بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر
همة الراكب لهذه الحروف لا يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي ب10 أوصاف ذلك الموصوف صلى الله تشويقا عليه. للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله وإلا عليه. فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعيت عليك بهذه الحضرة الكريمة ولا عجت الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع يتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا يا واحدا ما له في ملقه ثاني يا من أمره بين الكاف والنون أعصك تسترني أنساك تذكرني أعصيك تسترني أنساك تسترني فكيف أنساك يا من لست تنساني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى
الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أخضى بالشهود منيتي أقصى مرامي أخضى بالشهود وأرى باب السلام وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن يا الجود طراز الكون إني عاش مستهام يا طراز الكون إني عاش مستهام مغرم والمدح فني مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل صلى الله عليه. صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل التي عليه هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا عليه. أحسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله يتشرف عليه بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله وقد بلغنا عليه. في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه عليه. تفر الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله وقد أخرج عبد عليه الرزاق بسند عن جابر بن الله عبد
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله وقبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله قال عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعدت الروايات بأنه أول خلق الوجود وأشرفهم مولودا صلى الله ولما كانت عليه. السعادة الأبدية لها ملاقضة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. النور المبين أسلب بطون من شرفه من العالمين صلى الله عليه. النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام. وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حكاية الدرة وصونها صلى الله عليه. آية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. وما ألما ولا عللا صلى الله حتى عليه. مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت البروز إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وموضوع به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور شرك هذا السراج صلى الله عليه. متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه. البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا تذبيحا لها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر البرح بملاقات أشرف البرية صلى الله عليه. وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فجعل الله بالوجود بهجة التكريم وبجد في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين غرب وانوضع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود بشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور صلى يبرز الله نوره عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وارتد صلى الحق الله كما على عليه. من أتم الله عليه النعمة صلى من الله خواص عليه. الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتممت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. بخشوع حاضرك رسول الله نعاتنا. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحسره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا اللهم صل عليه. لله أهلا
وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء ومن بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله يد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب صلى ما يدل الله على أنه عليه. أشرف المخلوقين وأفضل الحبايب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه من الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأضجعته فلما انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني وسمعت قائلا
يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. صلى الله عليه. يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، الله فكنت من عليه. أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يغضي بعظيم شرفه عند مولاه. وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق صلى الله عليه. كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. صلى الله عليه. الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تطرت الطرق والمنازل، وبحرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وصلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. صلى الله عليه. برية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل في الحبيب وشأنه ولو العلا في مجده ومكانه. قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه. صلى الله عليه. في تدوين ما أفاد العلم من واقع مولد النبي الكريم. صلى الله عليه. ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. نمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يسر قدمك ما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين.
الإله الحق رب العرش رب العالمين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين ربي أدخلنا جميعا في العباد الصالحين ربي أدخلنا جميعا في عباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجيرنا أجمعين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين وارض عنا واعف عنا وأجيرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرسدت للمجرمين من عصاة فاسقين وعتاة كافرين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين ربي أدخلنا جنانا أزلفت للمتقين ربي أدخلنا جنانا أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الآمنين وعلى آل وصحبه وجميع التابعين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين
واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. اللهم الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 محمد رسول الله. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 محمد رسول الله. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام ومن ذكرهم سنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 محمد رسول الله. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المولد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي وشير إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل للخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين ولايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز الملكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك
منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, alhamdulillah. Dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habashi, ayqantu annaka muhsinun wahhabu fagara'tu babaka wa huwa ni'mal babu wa tafiqtu altamistul wusula wa innama bil ijtihadi uqimatil asbabu. Aikontu, aku meyakini, annaka, sesungguhnya engkau wahai Tuhanku, muhsinun, yang selalu memberikan kebaikan, wahabu, dan selalu memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Fagara'tu babaka wa huwa ni'mal babu, dan aku mengetuk pintu tersebut. Wa huwa ni'mal babu, pintu Allah adalah sebaik-baik pintu. Kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala berarti kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sahibul hajat Gusti Allah. Bisa kita bayangkan orang yang kaya raya yang terkenal dengan kedermawanannya, dermawan. Napa lampe loman. Terkenal dengan sangat dermawan, kemudian seorang pengemis yang sangat membutuhkan pemberian dari si kaya, dengan memetuk pintu daripada si kaya tersebut dengan keyakinan bahwa sesoki tak bakal tak beri. Tang butuh cuma sokone. Engkau andik kebutuhan, andik keperluan, engkau entar dak bungkuan orang soki, noktok orang soki, seterkenal soki gelek, seterkenal lampe. Apakah mungkin seorang yang fakir, seorang miskin akan pulang dengan tangan kosong? La. Apakah mungkin si fakir, si miskin akan pulang dengan tangan yang hampa? La, tak mungkin. Karena mempunyai keyakinan bahwa si soki gelek, si kaya raya gelek, dermawan, pemberi. Apakah ada selebih dermawan tebang Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada selebih soki tebang Allah Subhanahu wa taala? Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala semengeranin, saya menciptakan dunia ben saya sena. Ayqantu annaka muhsinun wahabu faqara'tu babaka wa huwa ni'mal babu, kata Habib Ali Al-Habashi. Nok-tok lah benga Gusti Allah atau bet ning majelis nikah, minta seporah dekat Gusti Allah ning majelis nikah dengan mengetuk pintu na Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai tak bakal ngibah dengan tangan hampa insyaallah. Hajat-hajat apa gampang sampean ngelungaki bektoh semestena alakoh ngelungaki bekto untuk hadir majelis nikah, insyaallah tambah rezeki sahalan si barokah. Wa tafiqtu altamisul wusula wa innama bil ijtihadi uqimatil asbabu. Aku mencari kedekatan dengan bersungguh-sungguh, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk sebab kita. Usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah harus ada usaha, harus ada asbab. Maka sabab nikah merupakan kewajiban kang kuwi kauleubeun panjenengan. Bener-bener tak mungkin tanpa hadir pun sampean bisa semak ke Gusti Allah. Tanpa bergabung dengan majelis pun Allah Subhanahu wa taala mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tak ada sabab, nikah adalah sabab. Allah taala pun tidak ada bu. Dekat Siti Maryam dalam Al-Qur'an, alam tara annallaha ta'ala qala li Maryam wa huzzi ilaikil jid'i tusaqitir rutabu. Bukankah kalian telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaikil jid', goyangkan itu pohon kurma, tusaqitir rutabu, maka akan berjatuhan kurma-kurma yang segar. Apakah Allah taala tanpa menggoyangkan, menggerak-gerakkan pohon kurma tak mampu megeger? Ya mampu. Kerem angin santak kalau beres bona.
Tapi Allah Ta'ala bagaimana menunjukkan harus ada sebab, harus ada usaha. Maka Siti Maryam esoro megulih bungkana korma gelek sehingga epegeger epegerebek buah-buahna korma sangat segar. Walau sya'an tujanniyahu min ghairi hizzatin jannatahu walakin kullu syai'in lahu sababu. Jika mau Allah Subhanahu wa taala berkehendak tanpa menggoyangkan, menggerakkan pohon kurma, tentu Allah akan mampu. Allah Maha mampu segala-galanya. Akan tetapi itulah walakin kullu syai'in lahu sababu, karena semua sesuatu pasti ada sebab. Terus atau bata sopor atu sana. Banyak minta sopora. Niat ngetok labang Allah Subhanahu wa taala. Tak bakal hampa insyaallah. Tak bakal mulai dengan tangan kosong insyaallah. Ring sepo sampun ninggal umur sopora tu sana. Sikit pada umur tambah umur sebarokah wal afiyah insyaallah. Majelis ini matur mugi majelis istiqomah ila yaumil qiyamah dengan barokah apolong ben para habaib, para ulama, para asatid insyaallah tetia sabab kaulaban panjenengan apolong dunya ngantos apolong sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah.